بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وستر. النهارده هنعمل خلية النحل. اليوم النهارده كان في أمطار وجو شتوي كده، فقلت اما اقوم اعمل لهم حاجة كده سخنة تدفيهم، وحاجة سهلة وسريعة وجميلة ويحبوها. عندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق، اللي هي الكوباية المعيارية اللي هي 250. وعندي اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت عليها 3 معالق كبار من الحليب البودر، وعندي 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة والفورية. وبعدين قلبت كل المكونات دول، وحطيت رشة ملح، وبعدين حطيت تقريبا ربع كوباية زيت وكوباية لبن دافية. لو عندك، لو ما عندكيش تبقى كوباية مية دافية، ونبدأ نعجنها بإيدينا كده. أنا قلبت كده كل المكونات لحد ما اندمجت، طبعا عشان تتعجن كويس. لو هعملها بإيديا هتاخد تقريبا 10 دقايق أعجنها كويس لحد ما تتعجن تمام، وتبقى العجينة كده طرية وحلوة معانا كده. وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تنسوش تصلوا على النبي يا جماعة، صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هنا قعدت أعجن كويس اهو لحد ما اتلمت معايا، وبعد كده أهم حاجة العجينة معدش تلزق في ايديا زي ما انتوا شايفين. خلاص اهي بدأت تطلع من البولة خالص، وهي جميلة تحت ايدي اهي وناعمة وطرية اهي. وبرضه هقعد أعجن فيها، لازم أخدمها كويس العجينة، لازم على الأقل 10 دقايق كده أقعد رايحة جاية كده عليها لحد ما تبقى طرية وجميلة معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعد ما عجنتها كويس هسيبها في البولة تخمر حوالي نص ساعة، وهغطيها علشان ما تنشفش، واحط عليها كمان فوطة علشان تبقى دافية كده وتخمر معايا بسرعة. هنا كده خلاص عملتها بالاسترتش راب ده، وبعدين اغطي بالايه. وفي أثناء ما هي بتخمر أجهز الحشو. عندي هنا ما شاء الله خمرت وانتفخت اهي، واتضاعفت الكمية بتاعتها ما شاء الله. وجهزت عندي الحشوة، كانت عبارة عن جبنة مثلثات كانت موجودة عندي، وعندي جبنة كمان اللي هي القديمة الدمياطي دي، جميلة أوي أوي فيها كمان. في ناس بتحبها حلوة، يعني لو تحشيها كريمة أو تحشيها نوتيلا، في ناس تحشيها لحمة، زي ما انتوا عاوزين زي ما بتحبوا. هنا بقوم مقطعها كده حتت طولية كده، وبعدين أبرمها وارجع أقطعها قطع صغيرة كده، أحاول أخليها قطع متساوية كده. وبعدين هكورها واسيبها لحد ما اخلص الكمية كلها. وعاوزة اقولك ان الخطوة دي ضرورية، ان احنا لازم نغطي العجينة، سواء اللي احنا بنشتغل فيها او اللي لسه قدامنا دي. لازم نغطي كل العجين اللي عندنا طول ما احنا شغالين، علشان ما ينشفش، وعلشان ما يعملش طبقة كده على الوش وتبقى شكلها مش حلو، مش ظريفة خالص. فهنا قطعتها كده حتت صغيرة، وهبدأ أكورها كده، وحطيتها في البولة اهوت مع بعضها. ولازم أغطيها برضو في أثناء ما أنا بشتغل، وأطلع واحدة واحدة وأغطي معايا تاني. أجيب قطعة قطعة وأفردها كده، وأحط فيها قطعة الجبنة صغيرة كده، وأرجع ألفها تاني وأحطها في الصينية. طبعا الصينية بتكون مدهونة بالزيت، دي الصينية اللي هتدخل معايا الفرن. هي تقريبا مقاس 30. وهنا نفس الطريقة همسك واحدة واحدة، وأبدأ أحشي شوية من الجبنة دي وشوية من الجبنة دي. عاوزة تحشيها رومي بتبقى جميلة، عاوزة تحشيها موتزاريلا اللي انت عاوزاه، ماكستيلا، أي حاجة. وهاشتغل كده لحد ما اخلص كل الكمية حبايب قلبي، وبعدين ارجع لكم تاني علشان نشوف هنعمل ايه. انا بعد ما خلصت الكمية كلها، شوف ما شاء الله انا سايبة بينها فراغات، لاني لسه هسيبها تخمر كمان تلت ساعة، والعجينة تنتفخ كده معانا، فهسيبها فهتملي الفراغات دي. بعد كده بعد ما عدت تلت ساعة، شوف ما شاء الله ملت كلها ولزقت في بعضها كده خلاص. هبدأ اجيب معايا كوباية لبن، وادهن الوش كده علشان اما تحمر في الفرن يكون حمرها جميل. وفي نفس الوقت كمان عشان هرش عليها سمسم وحبة البركة علشان تلزق في العجينة، لازم اكون دهنها كده الاول باللبن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دهنتها كويس، وهرش عليها السمسم وحبة البركة. وعاوزة اقولك والله ان كان فطار كانوا فرحانين بيه خالص خالص، ومن زمان ما عملتهاش، فقلت ما افرحهم بيها كده واعملها لهم في اليوم الشتا ده. وكانت حاجة جميلة يعني. هي بتبقى حاجات سهلة، بس هو الواحد كسل بس. الحمد لله.
وعلى فكرة نفس العجينة دي برضه ممكن نعملها في معجنات تانية كتير، ممكن نعمل بها قُرَص ونعمل بها حاجات تانية بتبقى جميلة برضه. يعني نوّعي على قد ما تقدري من وقت للتاني، لو مرّة في الأسبوع بتخبزي ريحة الخبيز كده في البيت بتدّي يعني إحساس بالدفء، بالذات في الأيام الشتوية دي. يا حبايبي بعد ما دخّلتها الفرن على درجة 190 حوالي تِلت ساعة تحت، وبعد ما حسيت إن هي احمرِّت من تحت ومن الجوانب كده ولّعت عليها الشواية لمدة 3 دقايق، وبعد ما طلعت دهنت وشّها كده بالعسل معايا، لمّعت وشّها كده بالعسل عشان تبقى جميلة. في ناس بتعمل لها شربات تقيل شوية أو حليب مكثّف مُحلّى، أي حاجة زي ما أنت عاوزة بتبقى جميلة أوي، أو ترُش عليها العسل ده بتبقى روعة وبألف هنا وشفا، وجنبها كوباية شاي كده بتبقى بصراحة جميلة أوي، أوي، أوي في أيام الشتا. هو الشتا عاوز كده، عاوز مخبوزات وعاوز دفا، والأسرة كلّها تتجمّع قدّام التلفزيون ويقعدوا بقى كده ياكلوا حاجة سخنة ويشربوا حاجة سخنة، وتبقى بألف هنا وشفا على قلوبكم. وعاوزة أقول لكم لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا share وsubscribe للقناة، واللي أول مرّة يدخل قناتي ما ينساش يفعّل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم، وكل اللي يعرف القناة ويعرّف حد عنها ربنا يحفظه ويجعله في ميزان حسناته يا رب، ويجعل عملنا خالص لوجهه. ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب العالمين. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.